معاشر التبونيون والتبونيات، ثكلتكم أمهاتكم. اسمعوا الكلام، اسمعوا وعوا يعوا الفعلة بالصنعاني، بحق الصنعاني يعوا الفعلة. اسمعوا الآن، أنتم في موقف حرج، أنتم الآن في حالة يرثى لها، أنتم الآن أصبحتم مكشوفون أمام أمة الصلاة كلها. ليش؟ أنا أقول لك أنت أيها التبوني وأيتها التبونية، بس ركزوا، ولو أن أنتم ما تفهموا بس حاولوا قدر المستطاع أنكم تفهمون أنا إيش أريد أقول لكم. سابقا كان يتم مقارنتكم بالمغاربة فقط، فكانت تظهر سوءتكم، يعني مقارنة بالمغاربة كنتوا تبدو كالشاة الجرباء. شفتوا الشاة الجرباء التي بين كذا تبان لوحدها فيها جرب، لأنه المغاربة كانوا يتفوقوا عليكم في المنطق، في الحجة، في الأدب، في الأخلاق، وانت تطلع تقول لي السروال نزل والسروال طلع. فكان الناس يقارنوكم فقط بالمغربي، ومع هذا كانت تظهر سوءتكم، وانفضحتم أمام أمة الصلاة، وأخلاق المغاربة كشفتكم. الآن اتسعت الفجوة، الشرخ اتسع. الآن الناس بدأوا يقارنوكم بالمغربي وبالليبي وبالتونسي. الآن في اللايفات يتواجدوا توانسة يطلعوا بكل أدب، بكل احترام، بكل أخلاق راقية، بمنطق راقي، مثلهم مثل إخوانهم المغاربة، يطرحوا كلام، ويطلع لك الليبي بكل بلاغة، بكل طلاقة، بكل بيان، بكل أخلاق، ويطرح كلام مثل إخوان التوانسة والمغاربة. وانت أصبحت هكذا مثل الأجرب في شمال أفريقيا، معروف، يقول لك تبوني، معروفين بالعبط بأنكم عبيطين، ومعروفين بالجهل بأنكم جهلة، ومعروفين بالسفاهة، ومعروفين بالحقارة، ومعروفين بقلة الأدب، ومعروفين بكل شيء. لأنه الآن الناس بيقارنوكم بالمغربي وبالتونسي وبالليبي، ويقولوا ايش معنى هذا البقعة الذي اسمها الجزائر بتخرج هذا الزبالات؟ ليش يعني؟ ايش معنى يخرج من المغرب ناس راقين ومحترمين ومخرجات رائعة؟ ايش معنى يخرج من تونس هذا الرقي وهذا الاحترام وإيش معنى يخرج من ليبيا هؤلاء الرجال المخلصين الطلقاء الذي عندهم والجزائر ما بتخرج إلا زبالة بشرية، نفايات بشرية. فحالتكم حالة، إذا كان أول زمان تظهر سوءتكم بالمقارنة مع المغربي فقط، الآن بتقارنوا مع المغربي والتونسي والجزائري، ولا عفوا ولا والليبي. خلاص، لا أدري أنت كجزائري حر، أنت مش التبوني، أنا أكلم الآن الجزائريين اللي فيهم خير. ما الذي يمنع يا أخي أنتم تطلعوا اللايفات ويكون لكم طرح أخلاقي محترم مخلق، في حجة، فيه بيان، فيه أخلاق، كإخوانكم التوانسة كذا؟ ماذا ينقصكم يا أخي؟ ينقصكم بس أن أنتم تشغلوا هذا المخ فقط، وستصبحوا ما شاء الله عليكم أموركم طيبة وعلى ما يرام. حالتكم حالة، خلاص الناس عرفوكم. كانوا يقولوا الناس زمان هؤلاء المغاربة يتجنون على الجزائريين. يا أخي المغاربة هذولا مساكين، الجزائريين المغاربة نازلين عليهم. لا، الآن التوانسة والمغاربة والليبيين يظهرون سوءاتكم ويظهروا معدنكم الرديء جدا. أنا الآن سأدخل لايف الآن، والدعوة عمل للجميع. تعالوا ندق أبوها لايف ورا لايف، وتحبل بحمار، خلوها تحبل بحمار. يلا تعالوا.